السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة جلسة. في هذه الحلقة جبت الموضوع جارح عنده علاقة بالصحراء الشرقية، الصحراء الشرقية المغربية اللي مازال المغاربة كيطالبوا بها. والمناسبة الحديث وهو أن التلفزيون الجزائري انشر واحد الروبورتاج فيه 2 دقائق على أرض العرجة المغربية اللي سلبوها العام اللي فات من مزارعين مغاربة، وكنا كنتذكروا ديك المأساة وداك التوسع وداك الاغتصاب اللي عرفته أراضي مغربية في منطقة العرجة بفجيج، والأزمة اللي حدثتها والنقاش اللي وقع وتفاعل أو رفض سكان مدينة فجيج وتعاطف جميع المغاربة من طاجة الكويرة معهم للجزائر بذريعة اتفاقية 1972 تاع رسم الحدود بعلتها، وأمام صمت السلطات المغربية خذاو أراضي مغربية. ومن ذاك الوقت كيتسائلوا الناس كيقولوا شنو غادي يكون هذا المصير ديال هذه الأرض وهذا النخل وهذا الماء تبارك الله وهذه المجهودات كلها اللي اندارت. اولا شكون اللي غادي يعوض الفلاحين هادشي؟ واش غادي يكون المصير ديك المساحه الخضراء، داك النخيل كله وديك الاغراس ديك المياه؟ واش كاين اللي غادي يرعاها ولا غادي يوقع لها كما وقع في اراضي مغربيه اخرى اغتصبتها الجزائر من قبل وكانت خضراء وكانت كتحظى بواحد الاهتمام من الفلاح المغربي، ولكن من بعد ولات كحله حتى واحد ما داها فيها. واليوم كيجينا الجواب من التلفزيون الجزائري عفوا بواحد الروبورتاج فيه 2 دقائق اللي غادي نعرضوه لكم، وغادي تسمعوا المغالطات وغادي نتسائلوا اشنو هو المقصود ديال التلفزيون الجزائري من عرض هذا الشريط، وشنو هو رد الفعل ديال اهل فيكيك. نشوفوا الشريط فيه 2 دقائق ونرجع نعلقوا. هنا بمنطقة عروضة التابعة لدائرة بني والنيف في أقصى الحدود الغربية الجزائرية، محيط فلاحي بمساحة تزيد عن 67 هكتارا قسمت ووزعت على طارق وغيره من شباب بني والنيف الذين رسموا خطة وهدفا للحفاظ على ثروات وخيرات أرضهم. كان الهدف تاعنا الاول باش نعاودوا نحيوا النخله، باسكو النخله في هذيك لا بيريود هذيك كانت متعرضه للعطش والاهمال، كانت تأسي باش تحافظ على نفسها. الور احنا بدينا باش نعاودوا نعطوا لها الحياه من جديد، وان شاء الله بحول الله نخدموا. وهذه بلادنا، الواحد كما نقولوا ما يقدرش يسمح في حقه، ما يديش حق الناس وما يسمحش في حقه. الارض هذه نهار اللي دخلناها لقيناها يابسه صاي باغيه تضيع. حنا وين جاتنا السلطات قال لك هذه بلادكم، استادير خدم، ملي قلعنا فيها ما كانش الراحه. السلطات المحلية تقف جنبا إلى جنب الشباب فتهيئة الطريق والمسلك الفلاحي مع الحرص على توفر الماء إضافة إلى مشروع إيصال الكهرباء الفلاحية، عوامل سهلت من مهمتهم. كل السلطات ابتداء من السيد والي الولاية وكل السلطات الأخرى سواء مدنية أو عسكرية راهي تقوم بالمرافقة اليومية لهؤلاء الشباب من أجل النهوض بهذه الواحة. شباب المنطقة وفي أقصى وأبعد الحدود الجزائرية رفعوا التحدي بشغفهم وعزيمتهم، يثبتون وجودهم بخدمة أرضهم، فبالنسبة لهم هوية وانتماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن السؤال هو علاش هذا الفيديو هذا بالضبط، هذا الروبورتاج؟
طبعا كنعرفوا أن عصابة الجزائر هي سادية تتلذذ بآلام الآخرين. كتعرف بأنه هاد النوع من الفيديوهات غادي يخلقوا آلام عند المغاربة وخاصة الناس اللي معنيين بالأرض العرجة، وهي غادي تلذذ بهذا الشيء هذا وكتسنى دابا رد الفعل. هذه الأولى. ثانيا كتبغي تبين بأنه تأكد بأنه ديك أرضها وأن الناس خدامين وأنها استرجعت أراضي، يعني بغات كما نقولوا حنايا تفقس المغاربة. وشفنا كيفاش هاد الناس تكلموا ونتسائلوا كيفاش غادي يكون الوقع ديال هاد الروبورتاج على أهل فيكيك وخاصة الفلاحة والمزارعين كيشتغلوا كيشوفوا الآن رزقهم فين راه واش كيقولوا عليه. انما ما غاديش يمكننا نوضعوا راسنا بلاصه هذاك الفلاح اللي كان كيشوف الارض وهادي الارض خدمه هادي شحال وورثها على جدودو، وديك الارض في عمرها يفوق عمر الجزائر اللي عندها 60 عام منذ 1962. اذا كنقول بانه كيفاش غادي يشوف هذاك الفلاح المغربي ارضو اللي خدم فيها بدمه وبقلبه وعاش فيها ذكريات جميله وتغصبات منه، والان كيشوف ايادي اجراميه، كيشوف ولاد حرام من فعيلهم. غادي يسمح لي المشاهد الكريم لانه هذه الكلمات ما معرفش متعود انني نقولها، ولكن لا بد اننا ما نقول الكلمات ونسمي الاشياء باسمائها. يشوف الرعاين في ارضه وبين من كلامهم ما كيفهموا حتى شي حاجه بديك الفلاحه. ولا رجع غير كلمات التلفزيون الجزائري كيقول بان منطقه العروضه هذيك منطقه العرجه ماشي العروضه، وهذه المساله راه تشرحت من قبل وناقشناها، وحتى المناضل الجزائري وليد كبير وضح بانه الامر لا يتعلق بالعروضه، غير كيحاولوا انهم يبدلوا الاسماء ويبدلوا التاريخ، والتاريخ ناطق وحي. كيقول بانه هاد المزارعين او هاد الشباب زرعوا خطه او رسموا خطه وهدفا للحفاظ على الخيرات وثروات ارضهم. اش من ارض؟ اغتصبتوا ارض، وهذا كيدل على التوسع ديالكم. انتم اللي نظام عسكري توسعي على حساب الاخرين. ويجي ديك المهندس ويقول لك راه النخله متعرضه للعطش والاهمال وحنا جينا نعطيوها الحياه من جديد، يجي تقتلوها من جديد. اما الحياه عطات لها من الاول من مالها. وهذه عام في كنتو هذه عام من 18 مارس من السنه الماضيه الى اليوم، عاد اليوم فقتو، عاد اليوم عقتو. واش غتعرفوا كيفاش تتعاملوا مع ديك النخله؟ واش غادي تساعفكم ديك النخله؟ يعني كتشوفكم مغتصبين. ويجي واحد من بني والنيف ويقول لك هما كعارف هادشي كله ملقن، هادشي راه فابريكي كيفابركوه مزيان. هادي بلادنا ما نقدرش نسمح في حقك، ما نسمعش في حقه، يعني كيقول لك ما نسمعش في حقي وما نديش حق الناس وما نسمعش في حقي. اسيدي راك داي حق الناس، راك مغتصب وانت بني والنيف وعارف فيكيك واش كيسواو الفاكيك وكيفاش ديك الارض تغصبات وديك الارض ديال من. وحتى بني والنيف غادي نسولو فيها، ماشي غادي نسولو غادي نهضروا عليها. ويجي واحد اخر يقول لك راه لقيتها يابسه كتضيع، والسلطات قالت لنا هذه بلادكم. السلطات كذبات عليكم، النظام العسكري كذاب، وانتم غاديين معاه. هنا كنتسائلوا فين راكم يا الجزائريين اللي كتقولوا لنا خوا فين راه الجزائريين اللي كتقولوا حنا نحبوا المغاربه؟ فين راكم يا الجزائريين اللي تقولوا يا ودي حنا متمسكين بالاخوه المغربيه الجزائريه؟ فين راكم يا الجزائريين اللي كتقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله؟ فين راكم يا الجزائريين اللي كتكلموا على القيم الكونيه؟ فين راكم يا جزائريين اللي كتصدقوا بالاشتراكيه؟ فين راكم يا جزائريين اللي كتكلموا على الديمقراطيه وانتم كتشوفوا كل القيم الكونيه وكل الديمقراطيه وكل الحقوق تغتصب امام عيونكم؟
والدولة ديالكم دات، النظام العسكري ديالكم دا أراضي، اغتصب أراضي مغربية رغم علة اتفاقية الحدود 1973. أقول أن الحدود هو الواد غير المسمى، وأن أتحداكم أن تجيبوا لي الواد غير المسمى، وهذاك واد العرجة ماشي هو المعني بالأمر. مازال غادي نرجعوا لذاك النقاش. وبالفعل كنشوفوا حنا في مجموعات ديال الواتساب خاصة ديال الإخوان فيكي هادم كيناقشوا كيتكلموا على الشيء وكيرجعوا هذيك الهضره من قبل وكيقول لما غادي نحملوا المسؤوليه نحملوها للسلطات المغربيه ام السلطات الجزائريه ام يتحملوها المزارعين ام يتحملوها الناس ديال فيكيك ام يتحملوها المنتخبون. شكون اللي يتحمل المسؤوليه دابا؟ نقاش والصلح تحل من جديد. وفي ختام هذا الروبورتاج يقول لك معيد البرنامج او معيد الروبورتاج بانه هاد الشباب يثبتون وجودهم بخدمه ارضهم هويه وانتماء. هذا اغتصاب وتوسع. فين هي الهويه؟ هويه مغتصب، هويه مستعمر، هويه متوسع، هويه غازي. انتم غزاة. تبا لكم. ويستمر النقاش. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.